فضيحة تحكيمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مهزلة كروية ومجزرة تحكيمية في نهائي كأس إفريقيا للسيدات. كيف ما كتشوفوا في هذه اللقطة كانت لمسة يد واضحة بعد تم الإعلان عليها من بعد ما تم الإعلان عليها من طرف الحكمة الناميبية. كيتوقف فجأة اللاعب وكنشوفوا توجه الحكمة باش تراجع اللقطة في الفار، والكل كان عنده يقين، ماشي لم يكن هناك أدنى شك، كل شيء كان عنده يقين بأنه ركلة جزاء واضحة. وكنا كنتسناو الإعلان ديال الحكم على وجود ركلة جزاء. هنا كتشوف في هذه اللقطة، هنا راه اللقطة غير واضحة، غادي نشوفوا من الزاوية الأخرى هي اللي غادي تبين. هنا كذلك اللقطة راه بعيدة واحد شوية، ولكن كتبان باللي اللاعبة وضعية اليد غير طبيعية، يد مفتوحة وتغير المسار ديال الكرة. فهنا الكل كان كيتسنى إعلان الحكمة على ركلة جزاء. كنتفاجئوا بالإلغاء ديال الركلة. صراحة كانت صدمة كبيرة بالنسبة للجماهير المغربية. هنا راه واضحة بشكل كبير اللقطة، شوف، نعم اليد كانت مفتوحة، ركلة جزاء واضحة لا غبار عليها ومجزرة تحكيمية بطلتها الحكم الناميبي.